انتقالات تمت رسميا اليوم، وآخر أخبار كرة القدم في دقيقتين. قبل أن نبدأ اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. فابريز رومانو أهلي جدة يفتح باب الرحيل أمام فرانكيسي، وفيورتينا الإيطالي أبرز المهتمين بضم اللاعب. شبكة ESPN ريال مدريد منفتح على فكرة رحيل إندريك على سبيل الإعارة، لكن اللاعب يرغب في البقاء. فابريز رومانو مانشستر يونايتد لن ينضم إلى السباق ضم ألكسندر إيزاك إذ ينظر إليه على أنه بايظ الثمن. صحيفة الرياضية سيموني إنزاغي يطالب إدارة الهلال السعودي بالتعاقد مع داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي. رسميا نادي السد القطري يعلن ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم ليفربول السابق. رسميا نادي النصر السعودي يوقع مع البرتغالي جواو فيليكس بعقد لمدة عامين. الهلال يبلغ الاتحاد السعودي بخطاب رسمي باعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر المحلي. فابريز رومانو جالاطاسراي يتوصل لاتفاق مع نابولي على ضم فيكتور أوسيمين مقابل 75 مليون يورو بجانب 5 مليون يورو إضافات، ووضع بند منع بيع الأندية للدوري الإيطالي لمدة موسمين قادمين. الصحفي لويس جيراردي الهلال خصص أكثر من 50 مليون يورو لاتفاق مع النيجيري إيديمولا لوكمان مهاجم أتلانتا الإيطالي على الانضمام لصفوفه. أتلتيكو بلباو قدم عرضا شفهيا لنادي النصر السعودي لضم إمريك لابورت، واللاعب أصبح قريبا من الرحيل عن النادي حسب الموثوق فابريز رومانو. بين جاكبوس صحفي في موقع تيكي سبورت فينيسيوس لم يوقع بعد على عقد جديد مع ريال مدريد رغم وجود مفاوضات مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، وهنا دخلت الأندية السعودية بعرض يقترب من 350 مليون يورو مع عقد ل5 سنوات تصل قيمة الإجمالية إلى مليار يورو. الأهلي يعلن انتقال لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كور الأمريكية.